اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فرق نقطه. هنتكلم عن الجوله التاسعه، ماتش القمه ارسنال وليفربول، السيتي واللي كانت قريبه قوي من ان هي تتعادل وتخسر نقطتين، تشيلسي وفوزها السهل شويه على نيوكاسل، اليونايتد واقاله تنهاج. اخبار حلوه اهو لجماهير اليونايتد. يلا بينا نبدا. هنبدا باول ماتش معانا استون فيلا بورنموث. هتقول لي بس اول ماتش كان نوتنجهام ليستر. اقول لك نونو سانتو ما وقفش على خط في الماتش فمش هتكلم عنه. ماتش استون فيلا بورنموث بدا الحكم مدي 7 انذارات في الشوط الاول، حاجه غريبه جدا، وخصوصا انه ماتش يعني مش ماتش قمه مثلا ولا ماتش يفرق في الدوري، لا هو ماتش عادي، فرقه منتصف جدول مع فرقه بتحاول توصل للتوب فور. حاجه غريبه قوي 7 انذارات في اول شوط. مع ذلك شفنا استون فيلا الشوط الاول كانت مسيطره شويه، الشوط الاول راحت بكذا فرصه. واتكنز في اول 5 دقايق انفراد تام بيفنشها وحش قوي، بعديه روجرز برضه كره سهله بيفنشها وحش. مش عارف هل الفرص دي يعني لو دوران موجود من الاول كان ممكن يجيبها. بعد كده شفنا رأسيه من امادو اونانا كان ممكن يسجل، ولكن حارس بورنموث ترافيرس كان فايق بصراحه، عمل ماتش كويس، يعني افتكر اسمه لان احنا نذكره كتير طول الماتش. بعديها بنشوف الجون اللي اتلغى لمجين كان سجل هدف ولكن اتلغى بسبب ان الكوره كانت عدت خط الاوت. بصراحة يعني كان ممكن جيكوب رامسي يلعب العرضية احسن من كده، ولكن هو تخاذل شوية فيها. في الاخر الجون بيتلغي لاستون فيلا. بعديها شفنا بورنموث مسكت نفسها شوية، بدأت تروح. كلويفرت بيشوط شوطة حلوة جدا على مارتينيز، ولكن مارتينيز بيشيلها باك تو باك ياشين اور. شفنا كونسا برضو يعني افتكر نفسه جفارديول، شاط واحدة جامدة كده، شوطة مدافعين كانت ممكن تخش، بس برضو ترافيرس حارس بورنموث اللي لعب على كيبا احسن، يعني واضح ان هو احسن شويه من كيبا وصد كويسه الصراحه. الشوط الثاني بدا بضغط وهجمات لاستون فيلا. باو توريس كان ممكن يجيب برضو جون ولكن الحارس بيشيلها. بعديها بنشوف تبديلات من امري اللي عمل تبديلات كويسه الصراحه، ساعدته ان هو يفضل متحكم في الماتش. دوران بينزل ومن هنا بيضيع فرصه غريبه شويه، مش معتادين ان هو يضيع فرصه زي دي. بعدها يعتبر خلاص دوره انتهى مع الفريق، ما ظهرش تاني. ولكن بقيه التغييرات كانت كويسه، سواء بايلي او ماتسن او روز باركلي اللي كان مع لوتون الموسم اللي فات كان عامل موسم كويس، ظهر دلوقتي مع استون فيلا. بينزلوا الثلاثه بيعملوا هجوم، ماتسن عرضيه بايلي بيلعبها لباركلي، بيسجلوا الهدف الاول. استون فيلا بتنجح ان هي اخيرا تسجل هدف، تبقى ماسكه الماتش كويس. بيفضلوا صامدين لحد اخر الدقايق خالص. بورنموث بتخطف هدف التعادل دقيقه 97. ماتش ملحمي الصراحه، وده برضو يخليك تقلق ان بورنموث ما بقتش فريق سهل. بورنموث لا بقى فريق رخم. ارسنال الجوله اللي فاتت بورنموث تغلبها على ارضها، الماتش ده بتتعادل مع استون فيلا. ماتشها الجاي مع السيتي على ارض بورنموث. هل ممكن نشوف السيتي بتتعثر قدامها؟ انا اتوقع فهنشوف كده هل هتصمد قدام هالاند ولا ايه الدنيا. نروح لماتش مانشستر سيتي وساوثهامبتون، الماتش اللي انا شايفه اكأب الماتشات، ماتش ما فيهوش حاجه اصلا، اسوأ ماتشات السيتي هجوميا. كالعاده السيتي بتبدا الشوط الاول هي اللي ماسكه الكوره، هي اللي مزنقه خالص على لعيبه ساوثهامبتون كلهم في نص ملعبهم مش قادرين يطلعوا. يعني حتى ساوثهامبتون لما كانوا بيحاولوا يطلعوا، الاطراف زي ما قلنا عندهم اطراف مميزين بيحاولوا يخرجوا بالكوره، ولكن صعب برضه، خصوصا قدام دفاع فيه جفارديول واكانجي، لعيبه سريعه شويه عن بقيه المدافعين. بتشوف صعوبه من ناحيه ساوثهامبتون ان هي تخرج بالكوره. مع ذلك ساوثهامبتون كانت ممكن الشوط الاول تسجل، ولكن ارشر بيجيبها في العارضه، حظهم وحش بصراحه. بس خلينا نركز مع السيتي شويه. بدأوا كويس، هالاند بيجيب جون في اول كام دقيقه وهو بيقع، جون كويس، ولكن بعد كده هنتكلم عن هالاند. خذلنا بعديها لان من بعد الكره دي هالاند جاله بتاع 3 4 فرص، كورتين منهم على الخط بيشوطهم بره او بيرجعها تاني للي رفعها له. كان فينيشه عجيب بصراحه في ماتش زي ده، خصوصا ان انت محتاج تبقى هداف بقى في ماتشات زي دي تستغلها. هو برضه معرفش يستغل الفرص زي ما بنقول كده. هو السيتي في الماتشات اللي بتبقى معقربه اللي مقفله 3 4 5 فرص
لو ما نجحتش تجيب منهم 2-3 فانت عادي جدا تتخطف في ماتش زي ده. بس ساوثهامبتون صعب ان هي تخطفهم، خصوصا ان هم ما عندهمش نجوم يعني. حتى ارمسترونج ما بدأش ماتش زي ده، هو لعب ارشر ولما نزل ما ظهرش قوي. هل السيتي هتفضل مستمرة على مستوى السيء ده ولا ممكن نشوف بعد كده فوق عليهم؟ وبرضه انا عارف ان في اصابات رودري ودي بروينا والكلام ده، بس غريبا ان انت برضه عندك بودلة كويسين، عندك فودن، عندك ماتيس نونيز. وعايز اتكلم في الحته دي ان ماتيس نونيز طول الماتش مرمي ناحيه الشمال وفودن في العمق، ما فهمتهاش قوي الصراحه من جوارديولا. انا بفضل ان نونيز يلعب عادي في مركزه في العمق وفودن يلعب وينجر، خصوصا انه لعبها كتير ويعرف يعدي من الطرف، مش هيفضل متكتف زي نونيز شويه. نروح لماتش نيوكاسل وتشيلسي. الماتش كان كويس شويه الى حد ما. تشيلسي ونيوكاسل بيضغطوا كويس، لعبتهم جيدين في الضغط. تشيلسي كانت انجح شويه في الحته دي، غلطوا نيوكاسل كتير. نيوكاسل بتعاني شويه في الطلوع بالكوره، خصوصا ان انت نص دفاعهم مصاب تقريبا، فنيوكاسل كانت بتواجه صعوبه في ان هي تطلع، خصوصا مع ضغط تشيلسي، فده ولد عن اخطاء كتير. شفنا بالمر بيسجل جون في اول كام دقيقه من اسيست لجاكسون ولكنه بيتلغي بعد الرجوع للفار. بعديها على طول، او مش على طول يعني، بعديها كام دقيقه بنشوف تشيلسي هجمه مرتده، بالمر لنيتو، نيتو لجاكسون، جاكسون بيسجل. واخيرا يعني جاكسون بدا اهو. هو الكرة سهلة الصراحة ولكن ان جاكسون يبدأ يسجل دي حاجة كويسة ليه حتى هو معنويا. نيتو اللي كان عامل الماتش مميز بصراحة، انا شايف ان هو احسن وينج عندهم. نيوكاسل بتسجل جون حلو جدا، عرضية لإيزاك بيرجع من الإصابة بس بيسجل أول أهدافه مع الفريق بعد الرجوع. تيجي تبص بقى على مدويكي الناحية التانية، مدويكي تنك قوي على الكورة، دايما عايز الكورة في رجله، هو اللي عايز يجيب جون، هو اللي عايز يصنع. العب، خليك ايه يعني، العب مع الفريق، خصوصا ان انتوا فريق كله لسه صغيرين، تفضل اخد الكرة في رجلك كده بس مش حاجة حلوة. اعتقد لازم يريح شوية. وماريسكا ما استناش عليه في الشوط الثاني، على طول بيعمل التبديلة دي، بيودي نيتو يمين وينزل مودريك ويطلع مدويكي. يعني كويس ان هو اتصرف بسرعة، لانه فعلا مدويكي كان تنك شوية الماتش ده. شفنا تشيلسي بتنجح في الضغط على نيوكاسل، كانت جت كورة لكايسيدو بيشوطها، كانت قريبة من ان هي تخش. بعديها بكام دقيقة نيتو بيروح بكورة بيشوطها من بره المنطقة، كانت ممكن تتسجل. نيتو كان عامل ماتش كويس بصراحة، خصوصا في الجري بتاعه، يعني انه ياخد الكورة ويروح، او في انه كان قريب جدا انه يسجل كذا كورة كمان. بداية الشوط الثاني كانت بداية سخنة شوية، لافيا بيصنع على طول لبالمر، بالمر بيسجل. يعني متعودين عليه انه دايما في الستانفورد بريدج بالمر موجود وبيحط بصمته في الملعب على ارضهم. بعديها بنشوف تغييرات تشيلسي اللي اتكلمنا عليها بخروج مدويكي ونزول مودريك. نيوكاسل بتروح بكورة، إيزاك بعد ما رقص الحارس خلاص قدامه ان هو يا يباصي يا يشوط، بيفضل واقف على الكورة، بيرجع عليه الاربع مدافعين يقوم شايطها فيهم. برضه تحس ان هو من بعد الاصابه لسه مرجعش للمستوى المرغوب فيه، ولكن يعني الراجل سجل جون. وماتش مش سهل يعني، ماتش انت بتلعب تشيلسي مش الفريق اللي هو خلاص امره بسيط، ولكن انت برضه بتلعبه على ارضه، فهنديله عذره المره دي لحد ما نشوف ايزاك ايه اخباره كده. يعني نروح لريس جيمس لعب ماتش كويس ناحيه الشمال لحد ما كوكوريا نزل وخرج جوستو، وريس جيمس بيروح تاني ناحيه اليمين، راجع برضه من الاصابه وكانت اصابته طويله. هل هنشوف فعلا دور قائد في الملعب زي ما ماريسكا اتكلم في المؤتمر الصحفي؟ هل هنشوف ريس جيمس بيظهر في مستوى احسن من كده؟ هنشوف الجولات الجايه ان شاء الله. نروح لماتش مانشستر يونايتد ويست هام، الماتش اللي كان يعني اخر فرصه للاثنين مدربين سواء تنهاج او لوبيتيجي. الماتش بدا بان الفرقتين يعني بيضيعوا كميه فرص غريبه، الماتش كله عباره عن تضييع فرص وشويه جوان. ويست هام بتنجح في ان هي تفوز بالماتش، ضربه جزاء بوين بيسجلها في اخر كام دقيقه، وبتيجي بيهرب من الاقاله. الناحيه الثانيه تنهاج بيواجه الاقاله، ويعني اعتقد جماهير مانشستر يونايتد هتفرح شويه الفتره الجايه، يجي بقى مدرب تفكير تاني ولاعيبه تانيه، هيمشي لك انتوني وشويه الناس اللي جايين من اياكس دول. دي فرصه اليونايتد ان هو يفوق شويه ونلاقيه فعلا بينافس، ونلاقي فيه منه خطوره، مش زي ما شفنا في ماتش ليفربول كده. زي ما قلنا الماتش ده كان فيه فرص كتير ضاعت، بس يعني اللي محتاجه تتبرو شويه كورة دالو. يعني انت رحت وعديت الحارس، عايز تعملها لوب كده، انما انت طوحتها خالص. ما علينا، اليونايتد خلاص الاقاله جت، مدرب جديد، تفكير جديد، هنشوف الفتره الجايه هيوصلوا لايه. طبعا انا عارف ان في ماتش كريستال بالاس توتنهام بس ما حدش شافه، يعني هو الماتش خلص 1-0 ماتيتا، فهو واضح انه كان ماتش دمه تقيل يعني، فخلاص مش
مش لازم بقى. نروح لاهم ماتش، ماتش القمه. كان مسك الختام، هو صراحه كان ماتش رخم شويه. ماتش القمه يعني بدايه الشوط الاول ارسنال مروقه ليفربول انا بالنسبه لي يعني من اللي انا شفته لحد ما الشوط الاول خلص هم ما شموش نفسهم غير في الركنيه. بس الركنيه كره ثابته انت جبت منها جول، غير كده انت طول الماتش مضغوط. لعيبه ارسنال كلها فايقه، سواء ساكا اللي حتى راجع بديل، ساكا اللي في اول 4-5 دقايق بيسافلت روبرتسون، بينهي تاريخه حرفيا. كرة غريبه جدا ملعوبه بين وايت، روبرتسون بيبص كده نزلت على رجل ساكا ما عملش حاجه، هو بس يا دوبك مدها شمال حطها خلصت. يعني ما يسالش عليها الدفاع. انت روبرتسون المفروض معاك، انت مان على واحد على الوينج، يعني انت باك معاك وينج طول الماتش، وانت مش وحش دفاعيا. الناحيه الثانيه ليفربول بينجح انه يخطف جول، عرضيه من ارنولد، دياز بدماغه لفان دايك بتخش جون. الحمد لله ليفربول اهو، ها اطلع بقى شم نفسك. لا برضو ارسنال ماسكه الكوره، ارسنال مع الكوره لحد الشوط الاول ما خلص. ميكيل مورينو بينجح انه يسجل اول اهدافه في البريمير ليج ملعب الامارات، يساعدك يا هناك، وبيعمل احتفاله الشهير اللي عمله في اليورو قبل كده. الجون جاي الدقيقه 43 اعتقد 44. لحد ما الشوط الاول خلص كله ليفربول حتى مش عارفه تطفش، تروح بالكوره صعب. سواء بقى نص ملعبك حلو ووحش، انت مش عارف اصلا تاخد نفسك شويه. نص ملعبك انت مضغوط جدا، وفي نفس الوقت ارسنال حتى لما بتروح تهاجمها بيتكتلوا جامد، فانت ما بتعرفش تنجح او ما بتلحقش حتى تعمل فرصه خطيره. الحمد لله ان الشوط الاول ده بيخلص. الشوط الثاني برضو نفس العمليه، انت ليفربول مضغوط الى ان جابرييل اتصاب. لما جابرييل اتصاب ونزل كيفيور، ليفربول ظهر شويه، بدأ يطلع شوية، بدأنا نشوف الناحية بقى سواء الوينج اليمين أو الشمال. وخلينا نتكلم عن الناحية الشمال دي شوية، ان هي كانت نايمة لحد ما اتغيرت اصلا كلها من ليفربول. دياز او روبرتسون، يعني مش روبرتسون لوحده، دياز كان سيء، روبرتسون كان أسوأ بكتير. يعني ان دياز المفروض واحد مهاري بيلعب عليك، بارتي ما نجحش تقريبا انه يعديه ولا مرة. ده ذكاء من بارتي صراحة، عرف يوقفه كويس. حتى لما جاكبو نزل ما شفناش خطورة قوي، ولكن الناحية الشمال فائت شوية، بقينا نشوف الباك بيطلع وبيروح. شفنا كذا عرضيه، كانت في واحده منهم كانت قريبه من ان هي تخش. انا شايف الناحيه الشمال دي اصلا كانش ينفع تبدا من الاول، سواء روبرتسون او دياز. كانت عادي العب بكاكبو وتسميكا زي ما بتلعب بيهم في دوري الابطال قبل كده. مع ذلك ليفربول اصابه تيمبر بقى هي اللي غيرت الامور شويه. صلاح بقى ياخد حريته اكتر، بقى يمسك الكوره في رجله احسن. كان ممكن يجيب في كوره كان لعبها عرضيه لدياز قبل ما يخرج، اتحسبت اوف سايد. كانت قريبه جدا ان هي تروح، ولكنه اتاخر شويه في لعبها. انا كنت افضل ان هو يشوط. في الاخر كوره عرضيه من ارنولد، داروين نونيز طبعا ما بيصدق يجري في مساحه بياخدها، عرضيه لصلاح. الماتش بيخلص تعادل. هو مش ماتش ممل على قد ما هو ماتش محبط، سواء من ارسنال او ليفربول. يعني انا كواحد ليفربولي بعد اصابه تيمبر وجابرييل كان نفسي ليفربول يبقى اشرس من كده طبعا. وفي نفس الوقت لو انا مثلا بشجع ارسنال، انا كنت احب ان في ارسنال لحد ما جابرييل خرج يكون اشرس من كده شويه، ويبدا وينزل الشوط الثاني عايز يجيب تاني، عايز يجيب ثالث ورابع وخامس عادي. في الاخر يعني اللي احنا عملناه ده خلى السيتي تتصدر فرق نقطة. فهنشوف الدوري هيفضل كده. انا ارجح ان هو عادي، هنشوف الفرق كلها بتسقط كام نقطة، فهنشوف الدوري يخلص. بس دي كانت نهاية حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الحلقات الجاية.